يا صباح الجمال، وده الفيديو اللي كنا اتكلمنا عليه بخصوص الكونتاكتور. ده كده شكل الكونتاكتور بتاع الكباس بتاع الوحدة الخارجية بالكامل بتاع التكييف. لو جينا نفنط الكونتاكتور ده هيبقى معانا كده. ده كده الداخلي بتاعه من جوه، ماشي. الصف ده كده بيدخله 220، والناحية دي نفس الكلام لغاية الناحية التانية بتبقى 220 فردة كهرباء وفردة أرضي. طب ايه اللي في الجناب ده واللي في الجنب التاني ده؟ طيب اللي في الجنبين دول ده كده اسمه دايرة الملف الداخلي اللي جوه. الملف ده 220، يعني الفردة دي بتاخد أرضي والفردة التانية دي بتاخد كهرباء، فبيظل إن الاتنين دول لما بياخدوا أرض وكهرباء بيجمع 220، بيخلي الكونتاكتور يقوم لقط كده. فده بيخليه إن هو يشتغل يبقى 220 واصلينه كاملين. تمام، ده شرح تفصيلي كده عن ان انا ازاي اشغل الكونتاكتور، او ان انا اجربه واعرف ان هو شغال ولا لا. ده بالنسبه للكونتاكتور. لو انا وصلت ال 220 هنا طبعا مش هيشتغل، لكن لو انا وصلت ال 220 فردة هنا والفردة التانية في الجنب ده، هيبقى الاتنين بالنسبة لي 220 طرف هنا وطرف هنا. هيخلي الكونتاكتور ده يلقط معايا على طول كده، فيبدأ يبقى شغال. ده كان شرح النهاردة على الكونتاكتور وشكله. تمام، وده الشكل الخاص بتاع الكونتاكتور بتاع التكييف. هو 220 مش 380. في نوع تاني بيبقى 380. تمام، فده الشكل بتاعه. تمام، بيبقى موجود جديد. ده الملف اللي جوه اللي لما بيخشله كهربا من هنا ومن الجنب التاني بيكون مجمع 220، فبيخلي الكونتاكتور من جوه يلقط. فلما يلقط يخلي 220 من هنا لفردة الكهرباء ولفردة الأرضي، الاتنين يبقوا فردة واحدة. يعني دي فردة زي ما هي واحدة ودي فردة زي ما هي واحدة. غير كده بيبقى البتاع اللي طالع لفوق بيخلي الفرد دي مش ملمسة مع الفرد دي. لكن لما يبقى يحصل 220 الفرد دي بتلمس مع الفرد دي، يعني الخط ده بيبقى واحد والخط ده بيبقى واحد. وده كان شرح النهاردة على الكونتاكتور. في فيديو آخر هنكمل التوصيل بتاعه وتشغيله بالكهرباء مع كونتاكتور مع كباستور وكباس.